السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، والروتين بتاعي المسائي النهاردة هو الفيديو النهاردة كده سريع، يعني 5 دقايق كده بس، 5 دقايق كلهم ان شاء الله حلوين. حبيت كده اشارككم معايا ايه الحاجات اللي انا عملتها كده بالليل، واصور لكم فيديو سريع تتفرجوا عليه كده النهاردة. ان شاء الله. كده كنت ناقعة فول. عايزه اقول لكم الفطار لوحده بقى مكلف جدا. قلت بقى اعمل شويه فول كده دمسهم في البيت، لاني اصلا حابه قد كده من المطعم الصبح بيبقى ما فيهمش بركه خالص. فكنت ناقعه الفول وحطيت عليه كده ليمونه غسلته بقى طبعا كويس، وحطيته في الميه زي ما انتوا شفتوا كده، غطيته بالميه وعليه شويه عدس كده محترمين، وقطعت ليمونه. الليمونه دي اللي بتديله بقى البياض الناصع بتاعه، او ما عندكيش ليمون نقطة خل بيبقى زي الفل. وحطيته على النار لما يغلي، وارجع اوطي بعد ما يغلي، واسيبه بقى ايه مع نفسه كده ساعتين. وبعد ساعتين افتحي عليه وقلبيه تقليبه، وزوديله ميه سخنه. اوعي تزودي ميه ساقعه ابدا، ميه سخنه بتغلي. جيت هنا بقى كنت بعمل بقى العشاء. انا عايزه اقول لكم انا اليومين دول مسحوله حرفيا، الميه طول النهار قطع اصلا، يعني بنبتدي لسه يومنا قبل الظهر الساعة 11 12 بتكون قطعة، تقعد بقى لغاية 11 بالليل. فانا بقى ايه، ادعوا لاختكم كده عشان بجد وشايله الشقه والدنيا بايظه، ومش عارفه اصور لكم اصلا اي حاجه. في روتينات جايه جامده جدا عايزه اصورها معاكم. فادعوا لي، يعني ادعوا لي، الميه معطلاني والله العظيم. فقررت كده اعمل عشاء بسرعه. قلت ايه، اسلق فراخ واعمل شويه ملوخيه ورز بس. يعني حتى قلت لجوزي مفيش اي نوع طبيخ احمر خالص جنبها، هو كده واحمدوا ربنا. لاني عقبال ما جت الميه اصلا الساعه 11 بالليل، هو دخلت المطبخ عملت شويه الحاجات اللي انتوا شايفينهم دول، بقت الساعه 1. انتوا متخيلين يعني بنتغدى الساعه 1 بالليل. فالدنيا بايظه خالص بايظه، يعني طول النهار قاعدين كده عاملين ايدينا على خدنا، لان كل حاجه طبعا عايزه الميه. فربنا ما يحرمنا من نعمه الميه. حبيت كده كمان ادلعهم واعمل لهم حاجه حلوه. يعني قلت مش هيبقى بقى اليوم من كله، قلت اعمل بقى ايه. عندي كده بجيب اكياس بسبوسه كده واشيلها، لفتين جلاش واشيلهم مع حاجه الشهر. فحبيت كده ان انا اعمل ايه، صينيه بسبوسه. فعملت بقى صينيه البسبوسه. دهنت بقى صينيه زبده زي ما انتوا عارفين. عايزه البسبوسه تطلع معاكي بقى مظبوطه، شوفوا الفيديو بتاع النهارده. دهني الصينيه زبده كده او سمنه، وهي كيس البسبوسة عليه كوباية الزبادي. عندك شوية شربات كده خدي اعجني بيهم برضو، بتبقى حلوة جدا، وتبقى بتخليها كده طالعة دايبة. عايزة اقول لكم طعمها كان رائع 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 فوق الوصف. خلصت وهي قاعدة، والحرف بقى بتاعها مقرمش، والسمنة بقى عايمة على الوش، هتشوفوها في الاخر تحفة تحفة تحفة. يعني اليوم ده بجد كان مع اني كنت متعكننه في الاول، بس بجد اليوم ختم حلو بالبسبوسه دي بجد. ربنا كده يحلي ايامكم ويحلي اوقاتكم. انا لما بلاقي الوقت كده قاعدين بقى الوقت، يعني ازاي في اوقات كده بتعدي ايه، يعني الوقت بيبقى فيه تقل دم كده. فبقوم قايمه مدوره كده مدعبسه في المطبخ كده على اي حاجه افرح بيها الولاد وافرح بيها نفسي. ان شاء الله هحمر او اطرقع شويه فشار، يعني دور الفشار برضو لازم يبقى موجود عندي في البيت. حاجه حلوه في التلاجة. اطلع على طول لفه جلاش. والله مره انا وجوزي كنا قاعدين بالليل، قمت بالليل مطلعه لفه جلاش بسرعه، وهو يعني لسه مخلص الغدا وبيشرب الشاي. فجاه لاني خلصتها وكان عندي الشربات جاهز في التلاجة، قمت عامله لفه الجلاش كده ساده في الفرن، وطلعت احلى صينيه، وقال لي طعمها تحفه. فدايما حاولي تفرحي نفسك وبيتك باقل حاجه. يعني احنا مش هنفضل بقى ايه مزهقين نفسنا مهما الايام بتعدي علينا، في حاجات بتحصل في اليوم، بس في الاخر يعني حاولي تختميها كده ختمه حلوه يعني. فربنا يسعد اوقاتكم ويسعد ايامكم، واتمنى كده اللايك والشير، واتمنى تتابعوني، واكون سعيده جدا. هنا بقى البسبوسه تبقى مرمله، ما ينفعش ابدا تقعدي تعجني فيها، هتعيش معاكي زي ما بيقولوا او كده. هي تبقى مفرفره كده خالص، وتقومي فردها في الصينيه. والكيس بتاعك لو صغير، الصينيه لو الكيس بتاع البسبوسة بتاعتك قليل، او الكمية بتاعتك قليلة، نقي اصغر صينية من صواني الحلويات اللي عندك اللي ينفع تحطي فيها البسبوسة. هنا بقى ايه، حسيت انها محتاجة معلقة سمنة، في لخبطتها تاني يعني وعملتها بمعلقة سمنة عادي،
بتتساوى تاني وبتطلع زي الفل. عايزه اقول لكم البسبوسه طالعه تحفه بجد والله، طالعه تحفه، والحرف مقرمش وهتشوفوها جميله جدا. والشربات عملته وسبته يبرد، عشان طبعا لازم الشربات يبقى بارد والبسبوسه سخنه او العكس، عشان تطلع معاكي كده دايبه وتحفه. الشربات بقى لازم، مش عارف، كوبايتين من السكر عليهم معلقه، كوبايه ونص من الميه وعصره الليمون. وفي الاخر تنزلي بكيس الفانيليا اللي انا سايباها على جنب ده. كيس الفانيليا يديكي طعم وريحه تحفه. عندك بقى شويه عسل ابيض عايزه تحطيهم بقى التجويد بتاعك، سيرم اللي هو شربات عندك قديم في التلاجة، فهيبقى زي الفل. وهنا بقى شكل البسبوسه بعد ما خرج كانت تحفه بجد، وهي لسه كده عايمه الشربات بيشربها، بتسيبيها وبتغطيها عشان تطلع طريه معاكي بعد ما تسقيها بالشربات. ويبقى الف هنا والشفا للي هيجربها، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.